الهلال سيسبورغ محطة أوروبية جديدة في طريق العالمية. تتجه أنظار جماهير نادي الهلال إلى المواجهة المرتقبة أمام ريد بول سيسبورغ النمساوي، إحدى المحطات الأوروبية المهمة في طريق الزعيم نحو المجد العالمي، وذلك ضمن ثاني جولات كأس العالم للأندية 2025. ورغم أن الهلال لم يعتد اللعب الرسمي ضد الأندية الأوروبية بشكل منتظم، إلا أن تاريخه الودي يظهر سجلاً مشرفاً يعكس قوة الفريق واستعداده للظهور المشرف على الساحة العالمية. تعادل تاريخي أمام ريال مدريد. استهل الهلال مشواره في كأس العالم للأندية 2025 بتعادل تاريخي 1-1 أمام ريال مدريد الإسباني، ليصبح أول فريق عربي وأسيوي يحصد نقطة أمام العملاق الأوروبي في بطولة رسمية. البدايات: نوتنغهام والصدمة الإنجليزية 1984. أولى مواجهات الهلال أمام الأندية الأوروبية كانت ودية عام 1984 أمام نوتنغهام فورست، أحد أبرز فرق إنجلترا حينها. انتهت المباراة بخسارة قاسية للهلال 8-0، لكنها كانت بداية لاحتكاك قوي مع الكرة الأوروبية. قهر فالنسيا في ليلة الثنيان 2005. في عام 2005 التقى الهلال بنادي فالنسيا الإسباني في مباراة اعتزال الأسطورة يوسف الثنيان. ورغم الطابع الاحتفالي، قدم الزعيم عرضا فنيا قويا، وفاز بنتيجة 2-1 في أمسية لا تنسى من جماهير الأزرق. مجد الرياض أمام مانشستر يونايتد سنة 2008. في عام 2008 وضمن مباراة اعتزال القائد التاريخي سامي الجابر، واجه الهلال نادي مانشستر يونايتد بطل أوروبا آنذاك، وفاز عليه 2-1 في مباراة تاريخية احتضنها استاد الملك فهد بالرياض بحضور جماهيري غفير. العودة الأوروبية أمام أودينيزي سنة 2019. عاد الهلال لمواجهة الأندية الأوروبية في 2019 عندما واجه أودينيزي الإيطالي، وتمكن من الفوز 3-2 في لقاء أظهر تطور الفريق الكبير، خاصة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا في العام نفسه. كما أتيحت الهلال العديد من المواجهات مع الفرق الأوروبية. ففي 2010 خسر النادي الهلال 1-0 ضد إنتر ميلان. سنة 2012 الهلال يخسر 7-1 ضد يوفنتوس، ثم يفوز الهلال 3-1 على دينامو كييف. ينهزم 3-0 أمام أوتتيك بيلباو. يتعادل 0-0 ضد جنو. يعترض للهزيمة 1-4 أمام البافاري بايرن ميونخ الألماني سنة 2015. في 2022 الهلال 0-1 تشيلسي ضمن منافسات كأس العالم للأندية. ثم يقسو بسداسية على نوتنغهام فورست مقابل هدف. يفوز الهلال 2-1 على الميريا الإسباني. ثم يخسر مجددا 3-5 ضد ريال مدريد. في كأس العالم للأندية سنة. في 2023 يخسر الهلال 0-1 دينامو كييف. والآن يستعد الهلال لمواجهة سالزبورغ النمساوي، الفريق الذي أثبت نفسه على الساحة الأوروبية، خاصة في دوري الأبطال. ورغم صعوبة اللقاء، فإن الهلال يملك سجلا مشرفا أمام الأندية الأوروبية ويضم كوكبة من النجوم القادرين على صناعة الفارق. الهلال اليوم فريق عالمي بمعايير أوروبية. الهلال لم يعد مجرد فريق آسيوي طامح، بل أصبح ناد عالمي مدجج بالنجوم مثل متروفيتش، كوليبالي، سافيتش، مالكوم. وأبرز المحليين سالم الدوسري، تمبكتي، كانو. الزعيم أثبت جدارته بمقارعة الكبار، ويملك من الخبرة، العمق الفني، والعزيمة ما يجعله أحد أبرز المرشحين لكتابة تاريخ جديد باسم الكرة السعودية.